السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد من دروس الجرامر، ولسه مستمرين في ليفل B1 المستوى الثالث B1. اتكلمنا في درسنا اللي فات في ليفل B1 عن ال dependent prepositions، وقلنا دي عبارة عن أفعال بيتبعها حروف جر معينة، وقلنا دي مختلفة تماما عن phrasal verbs الأفعال المركبة. النهاردة كمان معانا dependent prepositions، ولكن مختلفة عن درسنا اللي فات، وهي عبارة عن adjectives plus prepositions، صفات بيتبعها حروف جر معينة. ودي من الصفات المهمة جدا جدا جدا، إنك تستخدم الصفة صح ومعاها حرف الجر الصح. نبدأ على طول. أول حرف جر معانا وهو to معاه مجموعة من الصفات. أول حاجة معانا addicted يعني مدمن. addicted to someone or something، مدمن شيء أو، ولما تيجي addicted to someone معناها دي حاجة في العلاقات، ممكن love ممكن relationship، دي addicted to someone. بعد كده عندنا close معناها قريب، close to someone قريب من شخص. بعد كده عندنا different يعني مختلف، different to مختلف عن، وكمان from. يبقى different بتاخد حرفين جر to وكمان from، someone or something مختلف عن شخص أو مختلف عن شيء. بعد كده عندنا kind معناها طيب أو عطوف، kind to somebody عطوف على شخص. بعد كده عندنا married يعني متزوج، to بتاخد to married to somebody متزوج من شخص. بعد كده rude يعني وقح، rude to somebody وقح مع شخص. similar معناها متشابه، similar to مشابه لي، something or somebody لشيء أو لشخص. بعد كده عندنا حرف الجر for. أول صفة معانا وهي bad يعني سيء، bad for سيء لي، something or somebody ده سيء لشخص أو لشيء. ونفرق ما بين bad for وكمان bad at. ركز في معنى الصفة مع حرف الجر ده. famous يعني مشهور، famous for مشهور بي، something يعني شيء، famous for something مشهور بشيء. good يعني جيد، good for جيد لي، something or somebody جيد لشخص أو لشيء. sorry يعني آسف أو يندم على شيء، sorry for somebody or something شخص أو شيء، أو for doing something هنا بيندم على فعل شيء. بعد كده عندنا حرف الجر at. أول صفة معانا وهي good يعني جيد زي ما قلنا، ولكن هنا good at جيد فيه something or doing something جيد فيه شيء أو في فعل شيء. تاني حاجة bad يعني سيء، bad at سيء فيه، something سيء في شيء أو doing something أو في فعل شيء. angry يعني غاضب، at somebody غاضب من شخص. بعد كده عندنا حرف الجر in معانا صفة واحدة وهي interested يعني مهتم، interested in somebody or something مهتم بشخص أو بشيء، أو in doing something أو بفعل شيء. بعد كده عندنا حرف الجر on. أول صفة معانا وهي keen يعني حريص، keen on حريص على something حريص على شيء، keen on something. تاني صفة معانا وهي hooked
يعني مهتم بيه أو متحمس. مهتم بيه أو متحمس. hooked on something. مهتم بشيء أو متحمس لشيء. بعد كده معانا حرف الجر of. of معاها مجموعة من الصفات. أول صفة معانا وهي afraid. afraid يعني خايف. خد بالك كمان إن afraid of وأي synonym ل afraid زي scared زي frightened. أي synonym ل afraid هياخد of. afraid of خائف من something or somebody. خايف من شخص أو من شيء. بعد كده عندنا capable. قادر على. capable of something. قادر على شيء. بعد كده عندنا fond. fond يعني شغوف. fond of something or somebody. شغوف بشخص. شغوف بشخص أو بشيء. بعد كده معانا proud. proud يعني فخور. proud of someone or something. فخور بشخص أو بشيء. tired. tired متعب. of someone or something. متعب من شخص أو من شيء. بعد كده عندنا حرف الجر with. أول صفة معانا وهي angry. angry with somebody. غاضب من شخص أو مخاصم الشخص ده. في خصام ما بينهم. دي angry with somebody. في خصام ما بين الشخصين. تاني حاجة bored. bored يعني ضجر. زهقان ملان. bored with something يعني زهقان من شيء. fed up ضجر. fed up with something or somebody. ضجر من شخص أو من شيء. يبقى bored مع الأشياء ولكن fed up مع الأشياء والأشخاص. بعد كده عندنا obsessed. obsessed يعني مهووس. obsessed with someone or something. مهووس بشخص أو بشيء. pleased. pleased يعني مسرور. with someone or something. آخر حرف جر معانا هو about. about أول صفة معانا وهي angry يعني غاضب. angry about something. angry about something من شيء. لو لاحظت خدنا angry مع at وخدنا angry مع with ولكن مع الأشخاص. ولكن angry about مع الأشياء. excited متحمس. excited about something. متحمس لشيء. sorry آسف يأسف يندم. sorry about something. يأسف على شيء. worried. worried يعني قلق. الآن about something or someone. قلق على شخص أو على شيء. كده اتكلمنا عن أهم الصفات اللي بيتبعها حروف جر معينة. لازم تركز فيها جدا جدا. ومعانا دلوقتي مجموعة من الأسئلة هنحلها في التعليقات تحت في الكومنتس كتدريب على الدرس ده. يا رب تكون الحلقة عجبتنا وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.